ثوار فجر ليبيا والشرعية الليبية، وأيضا المجتمعون في طبرق ومن يمثلون. الحقيقة يعني نعتبر أنها خطوة متقدمة في إنهاء النزاع في ليبيا وجمع الوطن وجمع كلمة الوطن ولم شتات الوطن في حكومة واحدة، مجلس تشريعي واحد، والانتقال إلى بناء الدولة التي هي الهدف الأساس من أهداف ثورة فبراير المجيدة. المفاوضات اليوم شهدت أول لقاء مباشر بين الوفدين، ماذا يعني هذا؟ هو حقيقة يعني عدم اللقاء أعتقد أنه يعني لا أريد أن أطلق عبارات عبر قناتكم، ولكن هو من يعني يعتبر تأخر سياسي، لأن نعم. دائما المفاوض اللقاء المباشر حتى مع الخصم، ليس مع ابن الوطن، حتى مع العدو الخارجي، عندما تقبل أن تجلس في حوار فلا معنى أن يجلس كل واحد في جهة. وبالتالي أعتقد أن ما وصل إليه وزير خارجية المغرب الشقيق من جمع كل الأطراف في طاولة مستديرة واحدة في قاعة واحدة، أعتقد أنه هذا هو الحوار الحقيقي، وهذا هو المعنى الحقيقي للحوار الليبي. وأعتقد أن تم قطع الطريق على كثيرين كانوا يأملون فشل الحوار، كانوا يعملون ويبذلون جهود كبيرة جدا واتصالات لا تفتر حتى ممن هم موجودين في الصخيرات لإفشال الحوار، ولكن الله عز وجل يؤكد كل يوم أن هذه ثورة مباركة وأن هذه ثورة محفوظة بدماء. واضح دكتور محمود. نعم، ابقى معنا لو سمحت لي، واسمح لي نشرك معنا عبر سكايب الباحث في الشأن الليبي الأستاذ صلاح الباسل. سيد الباسل، إذا انتهت جولة المفاوضات برعاية مغربية ودولية، كيف تنظرون إلى نتائجها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا نذكر المغرب الشقيقة التي جمعت بين أشقاء ليبيا، فليبيا دولة من عنصر واحد. ليبيا دولة من عنصر واحد، والموقف الذي قام به وزير الخارجية المغربي موقف بناء، موقف شقيق، عندما يجمع الفرقاء مع بعضهم. هذا عمل جيد، عمل يقلل المسافات بين الفرقاء. عندما كانت ثورة ليبيا كانت الزنتان تقول أرواحنا مصراتة، ثم تدخلت أطراف خارجية إقليمية ودولية وأذهاب الخلافي تفرقوا بين الأشقاء. أنا أرى أن هذه خطوة قربت أكثر من 70% من حل المشكلة الليبي. طيب أستاذ صلاح، يبدو في مشكلة بالصوت، لا أدري يعني إن كان هناك أي مجال لإصلاحها. سأعود إليك لو سمحت لي. دعنا نشرك معنا الأستاذ عاصم الغفير الصحفي الليبي. أستاذ عاصم الغفير، ما هي أصداء جولة المفاوضات هذه ونتائجها في ليبيا بشكل عام، في العاصمة، في طبرق، في كل المدن الليبية؟ سيد الغفير، تسمعني سيد عاصم الغفير؟ تفضل. يبدو أن الاتصال انقطع. نعود للدكتور محمود الورفلي. دكتور محمود، ربما يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية وموضوع التدابير الأمنية أهم عناوين جولة المفاوضات هذه. هل تم تجاوز معضلة إصرار وفد برلمان طبرق على أنه الجهة الوحيدة المخولة بإضفاء الشرعية على أي حكومة وحدة وطنية قادمة؟ أنا لا أخفيك، وحقيقة وعبر قناتكم نقول أن وفد المؤتمر الوطني العام الذي يمثل الشرعية حسب وجهة نظرنا عن طريق حكم الدائرة الدستورية. نحن لا شك أننا في معضلة سياسية بالدرجة الأولى وليست مشكلة قانونية.
لأن الآن لا شك أن برلمان طبرق منتخب عبر صندوق الاقتراع، لا نشكك في هذا ولا مجال للتشكيك في ذلك. نحن تلت هذه الانتخابات حكم دائرة دستورية ألغت هذه الانتخابات وما نتج عنها، وبالتالي الآن كل طرف يقول أنه يمثل الشرعية بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية. إما أن يستجيب الطرفان إلى، أنا قلت أن المشكلة سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية، حتى نكون واضحين وصريحين مع أنفسنا وصريحين أمام أبناء شعبنا. الآن لقاء غدامس 1 وغدامس 2 والصخيرات لا شك أنه يعمل لبلورة حل سياسي للخروج من الأزمة. المؤتمر الوطني العام ووفد المؤتمر الوطني العام يعني دكتور محمود كامل. لم يتبلور شكل هذه الحكومة. هناك مقترحات ربما من قبل بعض أعضاء، إذا أردنا أن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، هناك مقترح من أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام أن تكون حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين ومن يحمل فقط الجنسية الليبية، أليس كذلك؟ أخي لا، قبل هذا المؤتمر الوطني العام قبل الحكومة قدمنا باكج. نعم. وفد المؤتمر قدم باكج كامل، قدم حزمة يجب أن يتفق عليه الجميع. طيب إذا احنا سلة واحدة يعني. نعم. على الحكومة نعم، إذا احنا إذا احنا سلة واحدة تماما، إذا احنا اتفقنا على الحكومة فمن سيعتمد هذه الحكومة؟ هل هو المجتمعون في طبرق أم المؤتمر الوطني العام؟ هذه النقطة أساسية جدا. وبالتالي طب هذه النقطة الأساسية ألم تحل بمفاوضات الرباط؟ لا هذه كل قدم اقتراحاتي، والآن هم يرجعون كل وفد يرجع إلى الجهة المنبثق عنها ويناقش. بالنسبة لما تفضلت به حضرتك من أحد قدم حكومة تكنوقراط، المؤتمر الوطني العام وكل من يمثلون، ليس لدينا مشكلة في من يأتي في الحكومة. مشكلتنا ماذا ستفعل الحكومة وما هي خطة الحكومة القادمة. نعم أخي جميل دكتور محمود. تمام. نعود للأستاذ صلاح الباسل عبر سكايب. سيد الباسل، البعثة الأممية الراعية للحوار أصدرت بيانا ودعت الأطراف الفصيلين كما أطراف العملية التفاوضية إلى حماية المفاوضات وعدم إفشالها. كيف يمكن حماية هذه المفاوضات والبناء عليها؟ أولا عملية ليبيا والثوار يمتثلون للقرارات ويمتثلون للحوار ويوافقون عليه، ولكن المشكلة في حفتر الذي لا يزال بالأمس يقصف مطارم عتيقة. لا أعتقد أن هذا الشخص يريد سلام، هذا الشخص يريد أن يؤجل الموقف ما بين الليبيين. وأكرر مرة أخرى الشكر للوزير الخارجية المغربي مقام فقد أذان جبال من الثلج ما بين الفصيلين. ولكن بالنسبة لفجر ليبيا لا أعتقد أنها سترفض الحوار وستمتثل له، ولكن الحكومة أو حكومة تكنوقراط لا أعتقد أن هناك ليبي واحد سيقبل بأي عضو من أعضاء البرلمانيين. لا أعتقد أن هناك ليبي واحد سيقبل بوزير أو رئيس حكومة يحمل جنسيتين. يريد الليبيين ليس لهم وطن إلا ليبيا، لا يمتلكون أرصدة في بنوك أخرى، لا يحملون جنسيات دول أخرى لكي تبنى ليبيا. ليبيا تحتاج لتكاتف وترابط كل القوى. السلاح لن يحل الأزمة في ليبيا، السلاح ما هو إلا وسيلة للوصول إلى تفاوض. نحمد الله أنهم وصلوا للتفاوض ونحمد الله أنهم جلسوا مع بعضهم. تمام. نعود للدكتور محمود، وبالنقطة التي أشرت إليها سيد الباسل. دكتور محمود، هناك مفارقة عجيبة، الحوار في الرباط والطائرات حفتر تقصف مطار عتيقة. دكتور محمود الورفلي. نعم
دكتور محمود نعم تسمعني؟ أستاذ. نعم، بالنسبة للنقطة التي أشار إليها ضيفنا عبر سكايب والصوت، يعني فيه ما زال مشكلة إخواننا، حبذا لو يتم إصلاح الموضوع. دكتور محمود، طائرات حفتر تقصف مطار معيتيقة أثناء انعقاد جلسات الحوار، كيف تفسر هذا؟ طبعا الصورة واضحة أخي. هذا الانقلابي العميل لا شك أنه يعلم علم اليقين أنه مرفوض رفضا باتا وقاطعا أن يكون له أي دور في مستقبل ليبيا السياسي، وبالتالي هو يريد أن يقول أنا موجود. نعم. أنا لدي القوة، أنا أستطيع أن أقصف، أستطيع أن أضرب. أخي كنت يومها في مطار معيتيقة عندما قصف، يعني قصف يعني على قولة إخواننا المصريين قصف خايب، يعني ما للأسف التراب يعني لا يساوي، لا يعني بدون نتائج. نعم. فقط يريد أن يقول أنا موجود، أنا أستطيع أن أفعل، وحتى يكون على أجندة الحوار، وحتى لا يستثنى من المعادلة القادمة. أخي أنا أقولها وبملء في أن إخواننا في الشرق الليبي ليرفضون رفضا باتا وقاطعا بغض النظر عن كل الفقاعات التي تسمعونها أن يكون لحفتر دور. هو أراغوز أدى دور معين في فترة معينة وانتهى دوره، ولدينا تسجيلات تثبت هذا، أن حتى من استعملوه يقولون أنهم لن يسمحوا أن يكون. لكن في هذه النقطة بالتحديد دكتور محمود، اسمح لي أسأل ضيفنا الأستاذ باسل الآن، على ماذا يستند حفتر حوار يتم برعاية أممية لا يعبأ له يستمر بقصفه في ظل تقرير دولي يتحدث عن تهريب أسلحة له من مصر والإمارات؟ أولا حفتر معروف دوره من الأصل، يعني حفتر لم يكن له وجود في ليبيا. حفتر كان يعيش في فيرجينيا، ثم تم تفاهم بينه وبين القذافي، والقذافي أتى في المعادي. حفتر كان يعيش على نفقة القذافي. منين كان حفتر؟ منين ظهر للثورة؟ حفتر ما هو إلا حصان طروادة. حفتر يستغل قوة دولية وإقليمية لإفشال ليبيا. حفتر يأتي بمهمة واحدة، فيدرالية ليبيا، تقسيم ليبيا من أجل النصر. حفتر لا دور له. حفتر ما هو إلا أراغوز. من يوقفه؟ وأول من يتخلص منه نعم. هم أبناء من القذافي. من سيوقفه ويصده إذن؟ البرلمان في طبرق. البرلمان ينقسم إلى 3 أقسام: فيدراليين، أدلان، مجموعة جبريل، وهم فيما بينهم فيهم خلافات. حفتر ليس محبوب لديهم. طيب سيد الباسل، من الذي سيضع حدا لطموح حفتر إذن؟ أي طموح لحفتر؟ هذا بلطجي، هذا بلغة السياسة. هذا رجل مجرم حرب. الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية والدولية قالت ان هذا الرجل مجرم حرب. هذا رجل ياتي يقصف مدنيين في بنغازي، هذا رجل يقصف مدنيين في درنا، هذا رجل لا يريد بناء ليبيا، هذا رجل يريد دمار ليبيا. طموح بمعنى اطماع، يعني المهم من سيضع حدا لها. ليس اطماع لمن خلفه، لكن هو ليس هو ما هو الا اراغوز يعرف مجموعه. حتى لا يستطيع ان ينزل الى ميدان من ميدان ليبيا من ميادين ليبيا. أنا لو قارنت بينه وبين العقيد صلاح باجي ينزل بنفسه وابنه مصاب. نعم. هؤلاء هم أبناء ليبيا. إنما حفتر أين أبنائك يا حفتر؟ أبنائك يا حفتر. شكرا جزيلا. أبناء الشرق للموت. شكرا لمشاركتك معنا الباحث في الشأن الليبي أستاذ صلاح الباسل. وطبعا طموح يعني مش إنه شاب والله في مقتبل العمر، طموح بمعنى إيجابي. على كل حال نختم حوارنا مع دكتور محمود الورفلي. دكتور محمود، نفس السؤال ربما أيضا مهم أن نسمع منك إجابة. من يضع حدا لأطماع حفتر الانقلابية؟ وما هو تعليقكم على تصريح لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه تعزيز الأمن مهم إذا حصلت التسوية حتى في المجال البحري، وجود عسكري بحري؟ فما رأيك في هذا الموضوع أيضا؟ نعم لا شك أخي، سؤال مهم جدا. من أين يستمد حفتر؟ حفتر يستمد من الانقلابي السيسي الذي يمده بالعتاد. لا أدري إن وصلتكم
تصريحات قائد القوات الجوية للانقلابي المطلوب للعدالة حفتر، الذي يقول أنهم استلموا 400 حاوية من نظام الانقلاب في مصر. تخيل قوت الشعب المصري، وبكل تأكيد أنه يعني يتآمرون على استثمارات الشعب الليبي في مصر. 400 حاوية استلموها من المصانع الحربية المصرية في شبين الكوم وغيرها. هذا من أين يستمد؟ وأعتقد أن من أوعز لحفتر بالانقلاب باستطاعته أن يسكته إذا جاء. واضح جدا. تعليق على تصريح نعم مسؤول السياسة الخارجية، لو سمحت نختم به معك إن كان لك أي إضافة ب20 ثانية. السياسة الخارجية لا شك أن الموضوع الأمني مقلق لكل الأسرة الدولية. نعم. تواجد بعض الفصائل الإرهابية المتطرفة مقلق لكل الأسرة الدولية. أن العالم كله موقع ليبيا الاستراتيجي قربها من أوروبا، الهجرة غير الشرعية، بكل تأكيد أن الجميع يجب أن يعمل على أولا حفظ الأمن في ليبيا. لا يمكن أن يعاني المواطن الليبي من تدهور في الأمن ثم يطلب المواطن الأوروبي أمن السواحل الليبية.